السلام عليكم، كيف حالكم؟ عساكم بخير. معكم يوكيوب. في مقطع اليوم بنسوي انبوكسنج ومراجعه لمكعب مغناطيسي من شركه يوشن، وبصراحه هذا اول مكعب اجربه من شركه يوشن، ومو حط عليه اموال كبيره لاني شاريه بسعر رخيص، اتوقع كان $7. يا ب$7 شاريه قبل اكثر من شهر ترى، فالسعر ناسي الصراحه. فما بطول عليكم ونقول بسم الله. قبل لا افتح المكعب، شكل الصندوق جدا عادي، جدا جدا عادي، يعني اشكال الصناديق في المكعبات الثانيه كانت جدا افضل. بس نقول بسم الله. اوكي، هي قاعده مبدئيا، هي قاعده حقت هذه الزاويه، ستاند يعني تعلق فيه المكعب او تثبت فيه المكعب، مكتوب عليه اسم الشركه هنا. اوكي، والمكعب خلينا نخلي المكعب اخر شيء، نشوف وش عندنا زياده. هذه المفروض انها ورقه تعليمات. اوكي، ما علينا، احس ما حد مهتم، خلينا نشيلها برا. وعندنا هذا. اوكي، بس هذا كل اللي عندنا. بس دقيقة عشان استخدم هذا. ايوه كذا ممتاز. واخر شيء عندنا، اوكي ما دخلها شيء ذي والله. وات، توقعت في مفك في اي شيء في عشان ترخي هذا داخله، طلع ما في شيء. كيف؟ وات، اي والله انه مو بداخله شيء، فاضي طلع هذا. ما اعرف هو يجي فاضي ولا ايش السالفه، بس غريبه. بس فكرتها زي صندوق، يعني زي باقي مثل شركه مورتراي، كان في صندوق داخله فيه الاوراق وفي مفك وفي ذي الاشياء الباقي يعني. بس غريب والله. المهم ما علينا، طلع ما بدخله شيء، بس اوكي. ان شاء الله ان اداء المكعب يعوض. اوكي، نقول بسم الله الحين ونخش على المكعب على طول، لانه ما في اكسسوارات زياده، ما في الا الورقه والهذه الزاويه. المكعب ما عليه يوفي، ذي اللمعه اللي على المكعب مو موجوده، والمغناطيس ما مبين، يعني مبدئيا المغناطيس ما مبين، نفس مونستر جو، نفس مكعب مونستر جو، المكعب من داخل ما يبين، غير عن مثلا المكعب سوفت بلوك كان المغناطيس يبين يعني. هو ما يفرق، اهم شيء قوه المغناطيس ممتازه. فنقول بسم الله ونشوف المكعب. اوكي، ونجرب المكعب. اوكي، صراحه ثقيل مبدئيا، يعني حركته ثقيله. اوكي، هذا الشعار حق المكعب الموجود فيه من الوجه الابيض. صراحه شعارهم حلو يعني، صح انه في اشياء واجد يعني صاير عفسه. تعرف اللي ما تحسه سلس بزياده، المكعب صاير بطيء. داخله زيت، كنت بحط له زيت يعني، بس في زيت يعني، اتوقع لو زيته زياده افضل، بزيته بعد شوي وبنشوف. بس اللي لاحظته مبدئيا ان جوده المكعب اسطوريه حرفيا. كل المكعبات اللي قبل جوده المكعب سيئه، تحس انه بسرعه ينكسر، بسرعه ينفك، بسرعه يخترب. بس هذا لا، ما شاء الله جودته ممتازه، يعني جوده البلاستيك فيه ما شاء الله، غير عن المكعبات الباقي. وتقريبا اتوقع الفرق واضح يعني. شوف جوده المكعب هذا. صح انه اسرع بواجد مكعب مورتراي، سويت له مراجعه المقطع اللي راح. جوده المكعب تعبانه، حيل حيل تعبانه، احسب بسرعه ينكسر، بس اطقه كذا احسب ينكسر. بس هذا ما شاء الله جودته اسطوريه. طيب خلونا نشوف شكله من داخل. هذا شكل المكعب من داخل، يجيكم بهذا الشكل. ونشوف هذه القطعه، ومن داخل يجيك مسمار عادي، وحتى مفك ما يجيبوا لك اياه. والكورنر كات حقه الصراحه يجي منه، يعني لو تشوفوا الكورنر كات حقه، كورنر كات بالعكس. والله كورنر كات حقه كويس، وجودة المكعب ممتازة. بس قلت لكم مشكلته مو بخفيف حيل يعني، تحس انه في وزن. طيب خلونا نجرب نحط المكعب زيت ونشوف وضعه، يعني ممكن يكون افضل بكثير بالزيت، يكون اخف. اتوقع الحين اموره طيب، بس نحركه شوي. ما فرق واجد لانه من البدايه كان في زيت اصلا، والزيت اللي فيه كويس. بس زي ما قلت لكم المكعب مو اخف شيء، والمكعب ثقيل، ومغناطيسه مو افضل شيء، يعني قوه المغناطيس اللي فيه مو قويه واجد. شيكوا على قوه المغناطيس، ما تحس انه في مغناطيس. بس زي ما قلت لكم كمكعب بشكل عام تبي يصمل وياك، اوكي مكعب كويس لان صناعته قويه وجودته قويه. بس كمكعب مغناطيسي وكشخص تبي تحس بجوده المغناطيس وتحس ان المكعب يساعدك شوي من قوه المغناطيس حقه، مو افضل شيء لان مغناطيسه جدا ضعيف. وفي النهايه مكعب سعره مو بذاك الزود، فطبيعي يكون كذا. بس بالنسبه لي وبعد عند رايي، مكعب مونستر جو كان افضل مكعب بهذه الفئه السعريه. في مكعب ممكن يكون لك ممتاز كسرعه، مكعب ممتاز كجوده، مكعب ممتاز كاكسسوارات، زي مورتراي حاطين اكسسوارات واجد حلوه. بس بشكل عام
مجمل يعني فضلت مونستر جو على باقي المكعبات هذه. فبس الى هنا وصلنا لنهاية المقطع. ان شاء الله المقطع نال على اعجابكم. لا تنسوا دعمي باللايك والاشتراك، وما بقى لنا شيء على 6000 مشترك، فاتمنى انكم تشتركوا عشان نحط الهدف اللي بعده 7، وان شاء الله الطريق لل10. فبس مع السلامة ونشوفكم على خير.